9 فنانات اتجوزوا رجالة أصغر منهم بفرق سن يوصل ل30 سنة. مي كساب اتجوزت من المطرب الشعبي أوكا رغم إنها أكبر منه ب9 سنين، وصرحت مي وقالت عن فرق السن: أنا كنت قلقانة في البداية من فرق السن بينا، ولكن بعد فترة اتأكدت إن طريقة تفكيرنا متشابهة ومتناسبة، ومن الواضح فعلا إن فرق السن مجرد رقم بعلاقة مي بأوكا، وده لأن جوازتهم من أنجح جوازات الوسط الفني واللي لسه مستمرة لحد النهاردة. ياسمين عبد العزيز: وقع أحمد العوضي في حب ياسمين عبد العزيز من أول نظرة زي ما بيقولوا، واتجوزوا متجاهلين كل الظروف اللي ممكن تقف في سبيل سعادتهم، لأنهم مقتنعين إن فرق السن اللي بينهم مجرد رقم. إيه يعني إن ياسمين أكبر ب6 سنين من العوضي؟ أحمد شايف إن التفاهم بس هو اللي قادر ينجح أي علاقة في الدنيا، وإن نجاح الجواز ملوش أي علاقة بالسن. حنان مطاوع قبل جوازها من المخرج أيمن اليماني واللي أصغر منها ب4 سنين جمع بينهم علاقة صداقة قوية جدا. الصداقة دي موقفتش عند مرحلة الصداقة وبس، لكنها تحولت لحب كبير انتهى بجوازهم، علشان يكونوا مثال واضح على ان فعلا الحب بيصنع المعجزات. جواز سمية الخشاب من الفنان احمد سعد اثار جدل كبير جدا في الوسط الفني، وده لان سمية كانت اكبر من احمد بحوالي 15 سنة. ده غير ان جوازتهم دي حصلت بعد جوازة ال6 ايام، واللي عملنا عنها فيديو هنا في البيج تقدروا تشوفوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتس تحت. المهم الجوازة دي ما استمرتش كتير، وتم الانفصال بعد 1.5 سنة، وسلسلة متتالية من الخناقات بينهم واللي وصلت بيهم لحد المحاكم. هيفاء وهبي: في حفل زفاف أسطوري اتجوزت هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد قصة حب استمرت لمدة 3 سنين، متجاهلة فرق السن بينهم وتقاليد المجتمع اللي بتقول ما ينفعش بنت تتجوز راجل أصغر منها ب10 سنين. وعلى الرغم من كل ده الجوازة قدرت تستمر لمدة 4 سنين كاملين قبل ما تفاجئ هيفاء وهبي جمهورها بخبر الانفصال من غير ما تعلن عن أي أسباب. اتجوزت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم وتجاهلت إنها أكبر منه ب12 سنة. عاشوا في فترة جوازهم واللي ما استمرتش كتير أجمل قصة حب غير معترفة بفرق السن، بس الواضح إن التفاهم بينهم ما كانش موجود، علشان كده تم الانفصال، وفضل أحمد إنه يرجع لمراته الأولى مرة تانية. سوسن بدر: اتجوزت الفنانة سوسن بدر لأكتر من مرة، ولكن في المرة الخامسة فاجأت الوسط الفني كله بارتباطها من رجل الأعمال فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، واللي كان أصغر منها ب20 سنة. وقالت سوسن عن علاقتهم: ما كنتش أتوقع إننا نرتبط بسبب فرق السن اللي بيننا، وبالرغم من الجوازة اللي حصلت بالصدفة دي، لكن القدر ما كتبش ليها إنها تكمل، وتم الانفصال بعد 4 شهور من يوم جوازتهم. غادة عبد الرازق: الحب يصنع المعجزات. ده كان شعار غادة لما قررت انها تتجوز للمرة ال12 من هيثم زنتة مدير التصوير رغم انه اصغر منها ب10 سنين. الجوازة دي رغم انها ما حصلتش صدفة، إلا إنهم انفصلوا بعد 2.5 سنين من جوازهم، وقبل ما يحصل الانفصال ده كان في قصة حب قديمة جمعتهم، ولكن القدر ما كتبش ليها إنها تكمل، وانفصلوا عن بعض فعلا لأول مرة سنة 2013. ليلى غفران: اتجوزت ليلى غفران من مخرج مصري اسمه أنس، وبرغم إنه كان أصغر منها بحوالي 30 سنة لكنها ما اهتمتش بفرق السن الكبير اللي بينهم ده، ومشيت ورا إحساسها وقلبها. بس الحب لوحده عمره ما يعمر بيت، والجوازة ما اتكتبش ليها إنها تكمل، وتم الانفصال بعد 2 سنين من الجواز.